السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة احنا جايين نتكلم عن مركب مهم جدا 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 لزيادة إنتاج البيض. المركب ده بيتباع في الصيدليات البيطرية، وأنا هنا بقول لك مركب مش دواء. ليه؟ لأن المركب ده له خصائص معينة بيتم استخدامه فيها. الدواء بيبقى له أكتر من استعمال وله آثار جانبية. حلو. والآثار الجانبية بتاعت الدواء بتبقى أكتر من أثر جانبي، لأن هو له أكتر من استعمال، وبيدخل يتعامل مع جسم الطائر بطريقة كيميائية علشان يخليه يرتاح من آلام معينة، أو يخليه يعني صحته تزيد أو أي شيء. إنما المركب بتاع النهاردة ده كل اللي بيعمله حاجة بسيطة خالص، ألا وهي إن هو بيزود إنتاج البيض. مركب بسيط خالص هتلاقيه في الصيدليات البيطرية، نتكلم عنه بالتفصيل. لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. محتاجين نؤكد ان هذا المركب يا جماعة مركب طبعا كيميائي في المقام الاول، لكن ده مش معناه ان هو هيسيب اي اضرار سلبية في جسم الطائر بشكل او باخر. لا، هو مش هيسيب اضرار سلبية، لكن تقدر تقول ان هو لازم يتم استخدامه بالمعقول وبالمنطق. يتم استخدامه باللي يفيده وما يضرش. اول ما حضرتك تبالغ في استخدامه او تستخدمه بشكل اوفر او حتى بشكل قليل، لو بشكل قليل مش هتستفيد الاستفادة المرجوة منه، لو بشكل كبير ممكن يكون فيه اضرار. فعشان كده ركز معانا في ايه المقادير اللي احنا بنستخدمها لهذا الدواء المهم جدا جدا جدا. تمام. دلوقتي حضرتك احنا ما نقدرش نقول عليه دواء، انا اعتذر، هو مش دواء، هو مركب. هو مركب. تمام. ده بيستخدم لعلاج الحيوانات والطيور بشكل عام، وبالنسبة للطيور بتاعتنا فاستخدامه سهل وبسيط جدا. تعالى كده نتعرف على استخداماته ونتعرف على العناصر اللي فيه. تمام. تعال نتعرف في الاول على العناصر اللي فيه. هو فيه فوسفور. مركب ده فيه فوسفور بنسبة مش قليلة. فيه حمض الستريك. حمض الستريك وده قابل للذوبان، خد بالك مش كل الاحماض قابلة للذوبان. وفي كالسيوم. تمام. مهم جدا برضو لعلاج مشاكل العظام وقشرة البيضة الضعيفة، البيض البريشت وكل الكلام ده. وفي برضو فلور. فلور مهم جدا برضو لتطهير جسم الطائر، زيه زي الكلور كده. تمام. في برضو الزرنيخ. الزرنيخ ده نادرا لما بنسمع عنه في مركبات تغذية الطيور. نادرا لما بنسمع عنه، اللي هو حاجة كده يعني بتعدي يعني بالصدفة كده علينا في أي دواء أو أي إضافة. نادرا لما نسمع عن الزرنيخ رغم إن هو مفيد جدا. تمام. برضو في رصاص، والرصاص ده برضو عنصر احنا مش بنتكلم عنه كتير رغم ان هو مفيد. في كادميوم، والكادميوم برضو من الحاجات المهمة. في كروم، وبرضو ده من التفاصيل المهمة في هذا المركب. تمام. وفي بعض المكونات الأخرى. حلو. بعض المكونات الأخرى، وتم دمج كل هذه العناصر الغذائية عشان تعمل لنا مركب واحد اسمه ايه؟ اسمه ثاني فوسفات الكالسيوم. ثاني فوسفات الكالسيوم. ايه ده؟ ايه هذا المركب؟ ايه صفاته؟ تمام. ثاني فوسفات الكالسيوم، تمام، من اقوى المركبات اللي تم انشائها اصلا علشان تزود انتاج البيض. تمام. اصلا تم انشاؤه علشان خاطر يزود انتاج البيض. لما بيضاف لغذاء الطيور بيستخدم لهذه الاغراض. يستخدم ثاني فوسفات الكالسيوم كمكمل للكالسيوم والفوسفور في معالجة الاعلاف. يعني الاعلاف اللي انت بتقدمها للطيور بتبقى ناقصة، بيبقى فيها حاجات ناقصة، بيبقى فيها عناصر غذائية ناقصة. فانت عشان تعالج المشكلة دي بتعمل ايه؟ بتحط عناصر غذائية مركبات فوقيها علشان تحل المشكلة. تمام. المركبات اللي انت بتحطها فوق العناصر الغذائية دي بتخلي العناصر الغذائية كاملة او فيها تكامل. فيها تكامل غذائي اللي هو كل العناصر موجودة، كل العناصر المهمة والمطلوبة موجودة.
حلو. فلما تيجي تستخدم هذه الإضافة على العلف هتعمل لك التأثير ده. تمام. يعتبر برضو مهم جدا في التغذية. تمام. وبنستخدمه بكميات قليلة. هقول لك ايه هي الكميات. هو بيوفر بشكل أساسي الفوسفور والكالسيوم والمغذيات المعدنية والأملاح المعدنية الأخرى للأعلاف المركبة للطيور وللماشية. تمام. للطيور وللماشية بيستخدم للاثنين. تمام. وبيخلي الطائر يهضم بسهولة ويمتص بسهولة. يعني ايه؟ يعني يخلي الطائر اي اكل يدخل جسمه يهضمه بسهولة ويمتصه بسهولة، وده بيسرع عملية النمو وبيسرع عملية التطور في جسم الطيور. حلو. يعني الطائر لو كتكوت صغير مثلا بيكبر بسرعة. تمام. عايزه يكبر بسرعة، مهم جدا ان انت تحط له ده، بس طبعا مش من عمر يوم. يعني لما يكبر شوية مثلا على عمر تقدر تقول 3 أسابيع شهر، تبدأ عايز تكبره بسرعة وتخليه يدخل في مرحلة النمو بسرعة، تستخدم ايه؟ تستخدم هذا المكون. تمام. علشان تسرع عملية النمو وعلشان تأثر فترة التسمين كمان. لو انت عايز تسمن الطيور، تمام، عايز تأثر فترة التسمين، هتلاقي برضو ايه؟ هذا المكون وهذا المركب مفيد جدا جدا جدا. حلو. برضو له فوائد كتيرة جدا. تمام. بيزود الوزن، بيزود انتاج البيض، بيعلي نسبة البيض المخصب، بيقوي عظام الطيور، بيرفع المناعة ضد الامراض التنفسية وغير التنفسية. تمام. ولما هنيجي نتكلم بقى عن ازاي نضيفه بكمية قد ايه، فانت ليك حدود. ليك حدود. عايز تستخدم الدواء المركب ده بشكل يفيد الطيور وما يضرهمش، ما تقلش عن 3% من العلف. 3% من العلف يكون في هذا المركب، وهو ثاني فوسفات الكالسيوم. حلو. عايز تكتر شوية، ما تكترش عن 5% من العلف. اخرك 5% من العلف. يعني ايه 5%؟ يعني لو في 95 جرام من العلف عندك، تمام، هتحط عليهم قد ايه؟ هتحط عليهم بالظبط 5 جرام من ثاني فوسفات الكالسيوم. 5 جرام. فبمنتهى البساطة ما تكترش عن 5% وما تقللش عن 3%. لو كترت عن 5% احتمال تظهر أعراض سلبية. لو قللت عن 3% من العليقة أو من العلف مش هتشوف الأعراض الإيجابية أو مش هتشوف التأثيرات الإيجابية لهذا المركب المهم جدا والمفيد جدا والمؤثر جدا في عملية الإنتاج. مش بس طبعا في عملية الإنتاج، له فوائد كتيرة اتكلمنا عنها بمنتهى التفصيل خلال الحلقة من أولها لحد آخرها، فاستخدموه على ضمانتنا وهتدعوا لنا. ده كان الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، الاشتراك في القناة، تفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.